من قلب المغرب ومن وسط ورشات العز والشموخ، من داخل مشروع كيكتب سطور جديدة في التاريخ. جينا نحكيو على واحد القصة اللي ماشي بحال أي قصة ديال تضحيات، ديال إخلاص، ديال حب حقيقي لهاد الأرض الطيبة. هنا في العاصمة الرباط كيتشيد اليوم صرح رياضي عالمي، ملعب مولاي عبد الله، اللي غادي يبهر العالم ماشي غير بجماله ولكن بالقصة اللي وراه. راه ماشي غير ملعب، راه ملحمة وطنية حقيقية، ملحمة صوبوها ولاد البلاد، من أصغر عامل حتى الأكبر مهندس، بكفاحهم، بعرقهم، بصبرهم وبإرادتهم. ماشي جاو مقاولين من أوروبا ولا شركات من آسيا، لا، هاد الصرح الكبير، هاد التحفة المعمارية تدار بأيادي مغربية 100%. كل مسمار، كل طوبة، كل سلك راه داروه رجال من هاد الأرض، رجال خدموا في الحر والبرد، في الغبار والشتاء، وبقاو خدامين حتى في ليالي البرد القارس، بلا كلل بلا ملل، غير باش يرفعوا راية المغرب. منذ بداية الأشغال كان باين بلي المشروع ماشي سهل. ملعب بهذا الحجم، بهذا المعايير، بهذا التسقيف الضخم وبهذا التجهيزات الحديثة، خاصو دقة، خاصو حرفية، خاصو ناس قد التحدي. والمغاربة قالوها بصوت واحد: حنا قدها وحنا ليها. واليوم النتيجة قدامنا، ملعب بمواصفات عالمية، مدرجات عصرية، كراسي متطورة، سقف فولاذي كيغطي جنبات الملعب، نظام إضاءة حديث، وأرضية بمواصفات الفيفا. هاد الشي كامل داروه ولاد البلاد، وكل واحد فيهم دار بصمته في هاد الإنجاز التاريخي. كاين اللي خدم وسط الشمس الحارقة، كاين اللي بات وسط الورش في ليالي الشتاء، كاين اللي صوب السقف، كاين اللي ركب الكراسة، كاين اللي جبد الأسلاك، كاين اللي صبغ، وكاين اللي بنى المدرجات. وكل واحد من هاد الرجال خاصو تحية كبيرة، لأن البطولة راه ماشي غير في الملعب، البطولة راه حتى في الورش، البطولة راه في الإرادة، في العزيمة، في الحلم اللي ولا حقيقة. هادو هما أبطالنا، هادو هما الشرف ديال هاد البلاد، هادو هما اللي خدموا بصمت وخلاو الأثر ديالهم في كل ركن من أركان هاد الملعب. وكل مغربي يفتخر بهم، لأنهم كتبوا اسم المغرب بالحجر والحديد، ورفعوا الراية وسط واحد من أضخم المشاريع الرياضية. وما يمكنش ننساو نشكروا الأطر الهندسية والتقنيين والمشرفين والسلطات وكل من آمن بهذا المشروع ودعم ولاد البلاد باش يكونوا في الواجهة، لأن الثقة هي اللي كتولد النجاح، والثقة هي اللي خرجت لنا هذه التحفة اللي اليوم غادي يشوفها العالم كامل. وحنا واقفين على أعتاب كأس إفريقيا 2025، العالم غادي يجي يشوف وغادي يسول شكون بنى هذا الصرح، وغادي نجاوبوهم بصوت عالي: ولاد البلاد، رجالة المغرب، من طنجة للقويرة، خدموه بأياديهم، داروه في هذه الأرض وزينوا به العاصمة. هذا المشروع كيعطينا الأمل، كيعطينا الثقة في راسنا، كيعطينا طاقة جديدة، وكيأكد لنا أن المغرب كبير بولادو، وأن المستقبل الزوين بين يدي الناس كتخدم، ما كتستسلمش، وكتحلم وتحقق. شكرا من القلب لرجال الورش، للمهندسين، لكل حرافي، لكل ولد شعب، لكل مسؤول آمن بولاد بلادنا، لكل مغربي شرفنا بهذا الإنجاز العظيم. من موروكو ستاديوم كنقول لكم مزيد من العطاء، مزيد من الطموح، والمغرب غادي يبقى ديما في المقدمة، بكم وبكم فقط.